بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. رسالتك النهاردة من البابا كورولوس، بيطمنك برسالة مفرحة وبيقولك اطمن، ربنا استجاب لصلاة يونان من جوف الحوت، وهيستجيب لصلواتك من عمق مشاكلك. ما تخافش أبدا يا حبيب أبوك، زي ما الصبر كان صعب تأكد إن تعويضك مش هيكون عادي، ده هيكون تعويض مبهر. صدق إن لسه في خير كتير متشال ليك باسمك. يسوع المسيح بيعطي أولاده بسخاء. ربنا ما بينساش، ربنا بيرتب. أيوة، ممكن تكون بتحس إن إلهك اتأخر، لكن الحاجة لما بتيجي في الوقت الصح فرحتها بتبقى أكبر بكتير، وانت هتفرح يا حبيب أبوك. ربنا هيستجيب، ده مفيش أكرم ولا أحن منه. هيفرح قلبك، ما هو مش معقول هيسيبك في حزنك كده. هو موجود وحواليك وعينيه عليك، بيحرسك واخد باله منك، وكل يوم بيستنى يسمع صوتك. ولكن انت وسط همومك ومشغولياتك بتنساه، مش بتفتكره، مع انه دايما فاكرك ونقشك على كفه، وواقف بيخبط على باب قلبك مستني تفتح ليه. فاطمئن جدا يا حبيب أبوك، يسوع بيحبك، قادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما تطلب أو تفتكر. ما تشيلش الهم ولا تحزن مهما كانت الأحداث حواليك حزينة، لابد من نهاية مفرحة. بص كده ليوسف واليعقوب والأيوب، النهاية ما كانتش على البال ولا على الخاطر. ده تخصص ربنا، إن كل التجارب يحولها لحاجة تفرح. ثق في خطته ليك، ثق في الوقت وفي مواعيده. يسوع هيمنحك لمسة من يده الكريمة تصنع معاك الكثير، أكثر من اللي في خيالك كمان. بس انت صلي باستمرار، صلاتك هتصنع معاك معجزات. فالصلاة هي كانت المفتاح الوحيد لخروج يونان من بطن الحوت. صلي له وهيستجيب، لأنه لا ينسى لجاجتك، سيفاجئك بأعظم مما تنتظر. ما تخافش يا حبيب أبوك، يعني اللي خلق الكون ده كله هيصعب عليه أمرك. تذكر دايما إنه بيعمل ليك الأفضل، لأنك انت ابنه الغالي اللي فداك على عود الصليب بدمه الكريم. سيقود خطواتك القادمة إلى فرحتك، سيعوضك عما فاتك، سيسهل لك حياتك مهما كانت المؤامرات ضدك. اوعى تقلق، وكفاية تفكير. ظروفك ومشاكلك كلها ليها عند ربنا تدابير، وفي فرحة كبيرة جايالك، وأيام جميلة هتعيشها قريب. أيام كلها خير وبركة وتعويضات. سيعطيك ما انتظرته كثيرا، وهتفرح. لو حمولك فوق كتافك اتكومت، تعال لإلهك يسوع المسيح تجد الراحة لقلبك. ولو همومك زادت عليك، اوعى تخاف، هتلاقيه ماسك ايديك وبيعديك منها بسلام. يسوع معاك باستمرار، انظر ليه، كل طرقه رحمة، ومن وسط ضيقاتك سيخرج فرح. سيستجيب لسؤال قلبك. افرح دايما يا حبيب أبوك، وما تحملش هم بكرة، مدام هو له كل المجد موجود. ليه بتخاف؟ ده يسوع جنبك وحاسس بخوفك، مش هيسيبك لوحدك. لما بيدي حاجة بيبهر، ولما بيمنح حاجة بيرحم.
بيسمع دايما لصوت قلبك وأناته، وقوته بتقهر المستحيل في كل الضيقات. إلهنا رؤوف وحنان، هيعوضك، ومهما كان الوجع اللي في حياتك هيديك فرحة كبيرة تنسيك كل وجع السنين. قادر يحول أحزانك لأفراح، هيرضيك بنعمته وببركاته. هو دايما سامع النداء وهيستجيب من السماء. ربنا جميل قوي، هيعوضك عن السنين التي أكلها الجراد. ثق إن كل حاجة بتحصل في حياتك مترتبة بترتيب إلهي، عمرك ما هتلاقي أنسب منه ليك. فاطمئن جدا، إلهنا لا يخزي منتظريه. هيعوضك عن الفترة اللي فاتت وكل صعب مريت بيه. هيعوضك عن دموعك وأحزانك، بس انت ارمي حمولك عليه. وفيما تظنه لا يستجيب تجده يخطط ويرتب لأمر عظيم عجيب. إلهنا صالح وبيخطط دايما لخير وسلامة أولاده. إلهنا صالح في كل وقت بيسمع وبيستجيب لصلواتنا، ووعده لقلبك جميل ومفرح. تنهدات قلبك وصلواتك مسموعة عنده، وستأتي الاستجابات سريعا. إلهنا أمين ومش بيتغير، حافظ وعوده وصادق فيها، ووعوده كلها بتبقى أمان لقلبك وأفراح. هيكمل معاك لآخر الطريق، مش هيسيبك في منتصفه. ده انت مسنود بوعوده، فما تقلقش يا حبيب أبوك من شيء. انت في التفكير وربك في التدبير. هيديلك اللي بتحلم بيه وبتتمناه. ربنا مش بيسيب اللي اتعلق بيه. سيبها عليه وهي هتمشي كلها لخيرك انت. هيبدل أوجاعك بأفراح. إلهك لا يتوقف لحظة عن الاهتمام بك وبكل مشاكلك. بيسند وبيشفي، بيريح وبيفرح. لتكن يده هي عكازك فلا تميل أبدا. اطمئن، ما هو عارف كل احتياجاتك. هو اللي معاه علاجك، معاه دايما أفراحك. مش هيسيبك حتى لو سبتك الدنيا كلها. هو نقشك على كفه، هو حطك في جوه قلبه. هو كلي القدرة، يقدر يديك قدرة من عنده. فما تشغلش فكرك، فرحك مضمون معاه. يسوع حلال المشاكل. افرح بربك، ومهما كان الظلم حواليك كبير والألم مالي قلبك، تأكد إنه هيجيب لك حقك لحد عندك. فما تقلقش ولا تخاف يا حبيب أبوك. كن مطمئنا جدا جدا، ولا تفكر في الأمر كثيرا، بل دع الأمر لمن بيده الأمر. آمين. بركة وصلوات البابا كورولوس تكون معانا كلنا. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم. قناة مريمينا مفرح القلوب.